مرحبا، كيفكم؟ معكم فاتنة. اليوم رح أعلمكم تعملوا أطيب طريقة لوصفة سلطة الحلوم مع الرمان. الوصفة جدا سهلة وزاكية، لازم تجربوها. بتمنى تعملوا شير لهذا الفيديو وتنشروه لأكبر عدد ممكن. هلا أول إشي رح نستخدمه بعرقين من البصل الأخضر المفروم ناعم، رح نستخدم ضمة من البقدونس المفروم برضو ناعم، رح نستخدم معاها بندورة كرزية مقطعة بالنص، وحبتين من الخيار اللي مقطع صغير، ورح نستخدم حبة رمان كاملة. على جنب رح نعمل بالحلوم، رح نحط عليها تشيلي فليكس اللي هي الفلفل الأحمر المجروش، ومعلقتين من العسل. رح نقلبهم مع بعض كتير منيح، بعدين نقليهم بزيت الزيتون في مقلاية حامية. بنقليهم كتير عشان يصير لونهم ذهبي أو إنهم شوي يتحمروا معاكم. طبعا أنا هلأ بالفيديو تحمر عندي شوية نتفة، بس طعمها كتير طلع طيب. بعد هيك رح نضيف على الحلوم على السلطة، ورح نعمل بعديها الدريسنج. الدريسنج عبارة عن حبة من الليمون مضاف عليها ربع كاسة من زيت الزيتون، رح نضيف عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ورح نضيف عليها سمسم محمص، معلقة كبيرة من السمسم المحمص ومعلقة كبيرة من السماق، ورح نضيف عليها معلقتين من الطحينية. بنخلطهم مع بعض كتير منيح، وبعد هيك قبل ما تتجانس عنا الصوص بنضيفه على السلطة. طبعا الدريسنج كتير زاكي، لازم تجربوها مع هاي الوصفة. بعد ما ضفناها على السلطة بنخلطها كتير منيح. طبعا أنا نسيت هون أضيف عندي دبس رمان على الصوص، فرح نضيف بالآخر برضو دبس رمان على السلطة، يعني عادي ما في مشكلة. هلا هون ضفنا دبس الرمان. بعد هيك رح نقلبها كتير منيح ونحطها في طبق التقديم ونقدمها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو ولايك لفاتنا's كيتشن، وتابعوا قناتي على اليوتيوب فاتنا's كيتشن.